السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة بقى هعمل لكم وصفة جامدة، وصفة سهلة، وصفة سريعة. هنعمل مع بعض النهاردة اليالانجي السوري او اليبرق الحلبي او اليبرق الشامي، او ورق العنب زي ما احنا ما بنقول في مصر، بس بالطريقة السوري. طريقة جامدة وسهلة وسريعة ومن الوصفات المميزة جدا، اليالانجي السوري. وكمان دلوقتي طبعا يعني كمان في منه معلبات بتتباع جاهزة، فطبعا الناس بقت حابة قوي تتعرف على اليالانجا او ازاي بيتعمل. طبعا اللي بيتباع في علب او معلبات بيبقى مختلف تماما عن اليالانجي السوري الاصلي او الطعم الاصلي بتاعهم. الطعم ده خاص له طعم خاص كده، وله مزازة معينة، وله تركات معينة تعمليها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، والطعم طبعا مفيش اجمد ولا احلى ولا اروع من كده. معانا هنا 3 بصلات مفرومين ناعم، ومعانا كميه من الرز طبعا على قد كميه ورق العنب اللي انت هتستخدميها. دول هنا حوالي 3 كوبايات من الرز، ومعلقه من الثوم المفروم، والبيوريه الطماطم ده انا اللي عاملاه من صلصه الطماطم الازايز، وضرب عليهم طماطمتين فريش، وكمان واحد فلفل بيبروني اللي هو الاحمر، وحطيت كمان بيبرونشيني اللي هو الفلفل الحامي. يعني كل ده ضربته كله مع بعضه بالهاند بلندر، يبقى معانا طماطم وفلفل وصلصة الطماطم او اللي هي الطماطم الازايز، والعصير الطماطم اللي في الازايز ده يعني، وكمان فلفل حامي او البيكانتي. ضربتهم كلهم بالهاند بلندر ونزلت بيهم. الخضره تقدري تحطي الخضره اللي انت عايزاها. انا حطيت بقدونس وشبت وكزبره، والنعناع ده حاجه اساسيه في الوصفه. حطيت حوالي يعني معلقتين كبار من النعناع الفريش الاخضر. لو عندك نعناع ناشف طبعا هي الوصفه بتتعمل بالنعناع الناشف، معلقه كبيره من النعناع الناشف او اليابس. وهنا حطيت معلقه من البابريكا وفلفل اسود، ودول كل الحاجات دي اساسيه. ومعانا ربع كوبايه من دبس الرمان، وعصير ليمونه كامله كبيره، لو ليمون صغير يبقى عصير ليمونتين، وربع كوبايه من زيت الزيتون. يبقى ربع كوبايه من دبس الرمان، ربع كوبايه من زيت الزيتون، عصير ليمونه كامله، ملح، بابريكا، حطينا كمان فلفل اسود، وحطينا نعناع اخضر. لو عندك نعناع ناشف تحطي معلقه كبيره من النعناع الناشف. والبيوريه اللي احنا عملناه ده اللي هو الطماطم وصلصة الطماطم والفلفل الاحمر والفلفل البيكانتي، كل ده اساسي في الوصفة. عايزة ازود بقى توابل تانية، بحب طعم التوابل اكتر من كده، تكون فيها توابل اكتر، تقدري تحطي معلقة من بهارات المحشي، وتقدري تحطي كمان مرقة دجاج او مرقة لحمة زي ما تحبي. انا عن نفسي هحط في الصينيه بتاعتي او في الحله بتاعتي هحط لحمه بستكه، فما حطيتش ولا يعني ولا مكعبات مرق ولا اي حاجه. بفضل احس بطعم اللحمه، يعني الصوص بتاعها هيطلع من اللحمه بتاعتي اللي انا هحطها في الصينيه. على فكره كمان تقدري تضيفي عليها لحمه مفرومه، لو عايزه تعمليها بلحمه مفرومه تقدري كمان تضيفي لحمه مفرومه، بس احنا هنعملها بالطريقه السمبليتش البسيطه دي بالرز والخضروات. وهنحط اللحمه في الباز بتاعت الصينيه بتاعتنا، فده هيدينا التوكو الجامد والطعم المميز. طبعا هناخد طعم اللحمه كله هيختلط بطعم المحشي وهيدينا توكو جامد فيها. حطينا اللحمه البستيكه بتاعتنا في الحله بتاعتي، وانا حطيت هنا فرشت الحله الاول بالليمون والبطاطس الشرايح. وهنا حطيت البستيكه، ودي انا كنت بشر عليها بصلايه وملح وفلفل وزيت زيتون، معلقه من زيت الزيتون، وحطيتهم زي ما انت شايفه كده في الحله. ودلوقتي هنلف المحشي، وطبعا مفيش اسهل من كده. المره اللي فاتت برضو في الفيديو بتاع المحشي المصري بتاع الورق العنب انا وريتكم برضو بيتلف ازاي، والمره دي تاني هنعيد تاني. احنا بنحط الورقه، الجزء الناعم بيبقى من تحت، والجزء الخشن هو اللي بيتحط عليه الرز والخلطه بتاعتنا، وبنضم الطرفين على بعض وبنلفها زي ما انت شايفه رول، ما بتاخدش معانا اي ثواني وبتتلف. لو هنا في ايطاليا انصحك انك تجيبي ورق العنب اللي هو في الازايز او في البرطمانات اللي هو بيبقى صوته اقوى ده. تجيبي نوع اسمه الطبيعة، لان انا جبت نوع تاني ما كانش اجمل حاجة يعني، وكان ورقه مش قد كده، يعني ضغط معاه قوي ان انا اطلع الورق الكويس منه، كان في ورق كتير دايب، فطبعا دي حاجة مش كويسة. النوع نفسه ما كانش حلو، بس انا كنت جايبه كذا ازازه كذا برطمان يعني، فاستخدمت كذا يعني، يعتبر هدر كتير معايا. فلو انتي هنا تجيبي الطبيعه يبقى احلى. هنا لفيته زي ما انتي شايفه على الستاند، ودلوقتي هلفلك كمان كام واحده على ايدي. وانا الصراحه بحب الفه على ايدي، بيبقى اسرع واسهل، وبحس انه ما بنجز في الوقت معايا.
يبقى احنا كده اتعلمنا خلاص. اللف بتاعه سهل جدا للبنانيت الحلوين المبتدئين لسه كده، يعني مفيش اسهل من كده ولا اجمل من كده اهو. طريقه سهله، قلت لك الورقه الناعمه تمسكيها، الحته الخشنه هي اللي هتحطي عليها الخلطه وتضميهم على بعض وتلفي رول بسرعه. عايزه تعمليه على ستاند عشان يكون اسهل لك، اعمليه على ستاند او على طبق او على اي حاجه، هيطلع معاكي برده مفيش اسهل من كده. خلاص هنعمل بقى الكميه كلها، ولازم الورق يكون مقفول كويس، مفيش رز يطلع منه، علشان احنا عايزين نقلبها وتطلع معانا زي التورته بقى ونبقى شاطرين كلنا. زي ما انت شايفه كده لفتها برضو، انا لفت لكم كتير اهو النهارده كذا واحده. لو شايفه الفيديو للنقطه دي ما تنسيش تذكري الله وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاه كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. اللهم بارك. عملنا الكميه كلها ما شاء الله. بقيه الصوص الطماطم اللي احنا عملناه اللي كان فيه الفلفل والطماطم والكلام الجامد ده، حطيت عليه ميه وملح وهنزل بيهم. لو عايزه تحطي شوربه بدل الميه مع نفس صوص الطماطم اللي احنا عملناه بالفلفل وصلصه الطماطم والكلام ده، تنزلي عليها برده بكوبايتين ولا كوبايه من الشوربه على حسب قلت لك كميه المحشي اللي انت عاملاها والحله بتاعتك. طب انا اعرف منين؟ الصبع الاولاني يبقى طرفه بس اللي طايله السوائل، وبقيه الصبع يبقى ناشف ما فيهوش اي حاجه، يعني طرف الصبع الاخير اللي على الوش يبقى هو اللي طايله السوائل بس، وبقيه الصبع ما يبقاش عليه. تعرفي كده ان الحله تطلع معاكي بيرفكته وما فيهاش سوائل وتتقلب معاكي وتبقى ممتازه. حطيت هنا زيت زيتون ورشه تاني من دبس الرمان، وهغطي الحله بتاعتي لحد ما تستوي، وبعدين اوطي عليها. وطبعا كانت بيرفكته زي ما انت شايفه. هنقلب الحله ونشوفها مع بعض مباشر. بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده قلبناها اهو، وهنقعد نخبط. طبعا هي كانتش محتاجه تخبيط والله، هي نزلت على طول. بس طبعا اشمعنى انا، يعني انا مش هخبط، لازم انا كمان اخبط. بسم الله. زي ما انت شايفه بقى مفيش اجمد من كده ولا اجمل من كده، نزلت كلها بيرفكته. اهم حاجه قلت لك ان اللف يبقى ملفوف كويس قوي، ونعملها كده زي دواير دواير دواير، تطلع معاكي مظبوطه وتطلع معاكي زي التورته وشكلها حلو ويشرفك في عزوماتك، وربنا يحسن ما بين ايديكم. هنحط بقى رشه الرمان الجامده وكده زي ما انت شايفه. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسينيش من دعوه حلوه من القلب ولايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما ننساش نذكر الله ونصلي على النبي. ولو عايزه تحطي كمان على فكره جنبها دبس رمان تاكليه بيها، هيبقى مفيش اجمد من كده ولا اجمل من كده. اليالانجي السوري من الحاجات الجامده يا جماعه. وبون ابيتي.